هي قصة من أغرب القصص اللي ممكن تسمعها في حياتك، لما أم تتجرد من كل معاني الأمومة والإنسانية وتعمل كده في ابنها. السلام عليكم، أهلا بيكم في فيديو جديد. لو أول مرة تشوفني انزل تحت الفيديو اضغط اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتابع معانا الفيديو للنهاية، وريت تسيب لنا رأيك في تعليق. البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغ يفيد بضبط سيدة عندها حوالي 30 سنة، ربة منزل من محافظة الشرقية، متهمة بقتل ابنها اللي عنده 5 سنين. تبين من التحريات الأولية إن السيدة ديت منفصلة عن زوجها من 3 سنين، وعندها طفل عنده 5 سنين ساكن معاها أو عايش معاها في قرية أبو شلبي التابعة لمركز فقوس التابعة لمحافظة الشرقية. الست بعد ما خلصت على ابنها اللي عنده 5 سنين، خلصت على ابنها، أنهت حياة ابنها اللي عنده 5 سنين، فصلت راسه عن جسمه وما اكتفتش بكده بس، دي طبخت راسه. بعد ما خلصت على ابنها واتأكدت انه خلاص انتهى، بدأت تقطع في جسمه حتة حتة واخدت الراس وطبختها. وهنا تم ضبط المتهمة والتحفظ عليها واستجوابها واستكمال التحقيق معها. الحقيقة قصة من أغرب القصص اللي ممكن تسمعها في حياتك، لما أم تتجرد من كل معاني الأمومة والإنسانية وتعمل كده في ابنها، طفل عنده 5 سنين، تخلص عليه وتقطع جسمه حتة حتة وكمان بتطبخه علشان تاكل منه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا مش عارف الحقيقة أقول إيه. أنا اتصدمت لما قريت الخبر وسمعت عن موضوع زي ده. إزاي أم تعمل كده في ابنها؟ أنا ما شفتش حيوان بيعمل كده في ابنه. إيه اللي يوصل أم إنها تعمل كده في ابنها؟ إيه اللي يوصل إنسانة سيدة حتى لو الطفل ده مش ابنها إنها تعمل كده فيه؟ للأسف الجرائم دي بقت كتيرة قوي الفترة ديت. من أيام في عيد الفطر المبارك، طفلين في ثالثه ابتدائي خلصوا على زميلهم اللي من سنهم برضه في ثالثه ابتدائي علشان يشتروا شيبسي بالعيديه اللي كانت مع زميلهم. التلفزيون يا جماعه وغياب الرقابه، الاطفال الصغيرين اللي شايفين قدوتهم للاسف واحد زي محمد رمضان وغيره من الممثلين دلوقتي اللي عرفوا اللي فيها وشايفين اللي ادوار البلطجه والفتوانه هي اللي ماشيه وهي اللي بتجيب ايرادات وبتعمل نجوم. الاطفال الصغيرين بيتفرجوا عليهم وبيقلدوهم. حضرتك انت في بيتك لو عندك ابنك وحضرتك نجار هتلاقي ابنك ماسك شاكوش، لو حضرتك كهربائي هتلاقيه ماسك مفك او بنزه. الطفل بطبيعته بيحاول يقلد الاب او يحاول يقلد الاكبر منه. الاطفال بنسيبهم قدام التلفزيونات، التلفزيون بيتفرجوا على محمد رمضان وغيره من الممثلين للاسف اللي نجحوا في نشر البلطجه عن طريق الافلام والمسلسلات اللي بيعملوها. لله الامر من قبل ومن بعد. خلوا بالكم من اولادكم، اعملوا عليهم شويه كنترول من ناحيه التلفزيون. يعني لما نلاقي طفلين في ثالثه ابتدائي يعني بالكتير 8 سنين يرتكبوا جريمه زي دي، تفتكر ايه اللي وصلهم لكده؟ اكيد الاطفال دي بتتفرج على التلفزيون، اكيد شايفين القدوه. للاسف بعض الفنانين اللي مالهمش اي لازمه في المجتمع وبيهدوا في البلد، وكل واحد فيهم يطلع يقول لك انا فدا البلدي، انا فدا مصر، اساسا بيدمر اولادنا عن طريق الافلام والمسلسلات اللي بتقدم البلطجه والنوعيه ديت. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. الطفل ده عند ربنا ده ملاك صغير، الست دي اكيد هتتعاقب في حاجه مش طبيعيه. انا مش قادر اتخيل ان ام يجي لها قلب وتجي لها جرأه انها تعمل كده في طفل صغير. ان شاء الله هنتابع مع بعض تفاصيل القضيه، وعلى وعد ان شاء الله بفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.